C'est quoi la valeur que tu lui donnes, que tu donnes à sa parole. مثل جل هبت وذرت وأج كر هم به وعم زم وسح مل أيذ مل. وقررت منح السيد سعيد الكملي درجة الدكتوراه. هذه القصة لو لم تكن اشتهرت واستفادت لا يمكن أن تصدق. الشيخ العلامة سعيد الكملي واحد من أشهر العلماء المغاربة بل وفي العالم الإسلامي في زمن معاصر، واحد من العلماء القلاقل الذين نادرا ما يجود الزمان مثلهم. ووراء هذه المكانة العلمية والشهرة الكبيرة للشيخ قصة حياة وحكاية صبر وصمود هي التي سنتعرف عليها في هذا المقطع. ولد الشيخ سعيد الكملي بمدينة الرباط سنة 1970. تلقى تعليمه في التعليم النظامي وبقي هناك حتى حصل على الماستر في المعهد العالي للتجارة والتسيير. وبدأ سعيد الكملي بالقرآن الكريم، وكان يذهب كل أسبوع إلى مدينة مراكش لكي يأخذ القراءات عن المقرئ المشهور عبد الرحيم النابلسي. تأخذ عن الإجازة في قراءة العشر. قرأ علي الشيخ الدكتور سعيد الكملي، هذا إمام كبير في العلم وما شاء الله له دروس في القناة السادسة في موطأ مالك وفي كذا كذا. قرأ علي العشرة الصغرى. وقام بالتسجيل في جامعة محمد الخامس بالرباط، وتحصل منها على العالمية والماستر، وكان باحث الماستر تحت عنوان الأحكام الشرعية في النوازل الجوية وهو مطبوع. ثم أخذ الدكتوراه بعد من نفس الجامعة سنة 2018. وقررت منح السيد سعيد الكملي درجة الدكتوراه بميزة مشرف جدا مع التوصية بالطبع. وكان من أبرز مشايخه في المغرب الدكتور فاروق حمادة والشيخ مصطفى الروقي، وأجازه الشيخ العلامة محمد الأمين بوخبز رحمه الله في كل مروياته. وقد رحل الشيخ إلى بلاد شنقيط بريطانيا، هناك التقى بأبرز علماء البلد على رأسهم العلامة محمد سالم ولد عدود رحمه الله، والشيخ العلامة الحسن ولد داد الشنقيطي الذي أعطاه إجازة في كل مروياته. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزود، ندمت على أن لا تكون كمثله فتفصد للموت الذي كان أصلا. وسافر بعدها إلى المشرق، والتقى هناك بأكابر العلماء الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، والشيخ العلامة محمد عطية سالم رحمه الله، والشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، وغيرهم من أكابر العلماء والمشايخ في المشرق. يتحدث الشيخ الكمالي ب3 لغات، العربية والفرنسية والإنجليزية. Tu donnes à ses recommandations qui sont dans sa parole et dans la parole de son prophète. كما أنه يحفظ الكثير من المتون العلمية في مختلف الفنون الشرعية كالنحو والصرف والبلاغة والمصطلح والأصول والفقه والتفسير وغيرها. وبت قطعا ونم وضمما مع في مربي وجل مثل جل هبت وذرت وأج كر هم به وعم زم وسح مل أيذ مل وألل معا وصرخا شك أب وشد. كما أنه متفنن في علوم الأدب، ويحفظ الكثير من أشعار العرب في العصر الجاهلي والإسلامي والحديث، مما يجعل السامع لا يمل من الاستماع إليه ولو كان يتحدث في موضوع متخصص كالفقه مثلا. أبكيكما طول الحياة وما الذي يرد على ذي لوعة أن بكاكما، كأنكما والموت أقرب ميت بروحي في قبريكما قد أتاكما. لأنه كثير الإتيان بالمستملحات والأخبار عن الرواة والعلماء والأمراء والملوك المنثورة في التاريخ الإسلامي. يقوم الشيخ حفظه الله بشرح موطأ الإمام مالك منذ أزيد من 10 سنوات تقريبا، والتي كانت تذاع على قناة السادسة، والتي من خلالها ضاع صيت الشيخ وبلغت شهرته الآفاق، فاحتفى به أهل المشرق قبل أهل المغرب، وزار الكثير من البلدان الإسلامية في الشرق والغرب وغيرها، وصار يستقبل في مجالس العلم لشرح الكتب وتقديم المحاضرات العلمية. وقد استقبلوا كذلك بعض أمراء الخليج في مجالسهم الخاصة. يا سمو الأمير، مرة أنا زرت قصر غرناطة وكان معي بعض الشباب الذين يعيشون هنا. الشيخ العلامة سعيد الكملي حفظه الله رمز من رموز العلم في بلادنا، تحتاج لمزيد عناية وإقبال الطلبة واهتمام الوزارة الوصية بعلماء البلد، والإعلاء من شأنهم وإنزالهم المكان التي يستحقونها في عصر انتشار التفاهة والتافهين، والتي لا يمكن القضاء عليها أو الحد منها إلا بتكريم وإبراز مثل هذه القدوات التي يحتاجها شباب المسلمين اليوم.